السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وصفة اليوم هي هاد الفطيرة اللي كتجي اكثر من رائعة. ما غاديش نحتاجو فيها لا عجين مورق ولا عجينة المسمن، وما غاديش نستعملو الزبدة نهائيا. والاهم من هادشي كله انها كتحضر بسرعة وما كتاخدش معنا الوقت نهائيا في التحضير. والعجين كيجي مرق ومقرمش من الطبقة الفوقانية حتى الطبقة التحتانية، وهذا الشيء كله راه بدون الزبدة. نمشيو نتعرفوا على المقادير وباقي مراحل التحضير. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو اللي هما بساطين متوفرين في كل بيت: معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، معلقه صغيره ديال ملح، 150 ملل ديال الزيت و150 ملل ديال الماء، وكذلك 400 غرام ديال الدقيق، وكيبقى حسب الخليط. على بركه الله. في بول غادي ناخذ كأس العنبة ديال الماء وكأس العنبة كذلك ديال الزيت. بالنسبه للماء راه يكون بدرجه حراره المطبخ، يعني ما غاديش نحتاجو انه يكون بارد. غادي نخلطوا هاد المكونات مزيان، اما هكا بالطراب الكهربائي ولا نستعملوا الخلاط. فاش كيولي لنا الخليط ديالنا ابيض كنضيفوا عليه معلقه صغيره ديال الملح اللي كتبقى حسب الذوق، ومعلقه صغيره ديال خميره الحلويات. نمزجوا هاد المكونات مزيان حتى كيتخلطوا لنا مع السوائل، ومباشره غادي نبقاو نضيفوا الدقيق تدريجيا. انا هنايا كنعبر معكم الكاس. بالنسبه للبنات اللي ما متوفرش عندهم الميزان، خديت 2 كيسان ديال الدقيق وغادي نسم بشويه ديال اعشاب بروفانس، او ممكن انكم تنسموا غير بالزعتر ولا تستغنوا عليه، يعني ماشي مشكل. نخلطوا هاد المكونات غير بالفوي، وغادي نبقى نضيف الدقيق تدريجيا، ما نضيفوش دفعه واحده، لان العجين ديالنا ما بغيناش يكون قاسح وما بغيناش يكون كيتلصق في اليد. نتوما غادي تشوفوا القوام ديالو في الاخر كيفاش داير. كيف ما كتشوفوا يلا دابا ضفت 3 الكيسان وبقى ليا الكاس الرابع. راه حطيت العجين فوق سطح العمل باش نبقى ندلكم مزيان، وكيكون العجين عندنا خفيف وراه ما كيتلصقش في اليد. وبالنسبه للقياس اللي بقى ليا من الدقيق كما كتشوفوا 4 كاس، يعني 3 الكيسان وكاس لاروب، يعني بقى لنا داك الربع تاع الكاس. غادي نديروه في بلاستيك غذائي وغادي ندخلوه للثلاجه ترتاح نصف ساعه في مقلاة على نار. غادي نضيفو قليل من زيت الزيتون او زيت نباتي، وغادي نضيفو عليه بصله متوسطه اللي قطعناها قطع صغيره. غادي نقليو هاد البصله غير شويه وغادي نغطيو عليها ونخليها حتى كتنزل الماء ديالها. من بعد ما دبلات لينا البصله ودخل معاها الطياب، غادي نضيف عليها واحد المعلقه معمره من القزبر ومعدنوس، وغادي نضيف عليها اللحم المفروم. ممكن انكم تستعملوا الدجاج، قطع ديال الدجاج ولا الكفته ديال الدجاج، اي حاجه نتوما كتعجبكم ولا متوفره عندكم. ولا ممكن انكم تستغنوا على اللحوم نهائيا وتستعملوا غير الخضره هكا محكوكه، راه كتجي لذيذه. غير هو ضروري الخضر الا استعملتوها ضروري انكم تنشفوها من المرق مزيان. كيف ما كتلاحظوا هنا ضفت التوابل: الملح، الابزار، الكمون، التحميره، ومعلقه صغيره ديال القزبر ومعدنوس. غادي نقلي الكفته مزيان حتى كتشرب ليا التوابل، وغادي نخلي الحشوه على جنب ونمشيو باش نحضروا الخلطه اللي غادي نورقوا بها العجين. غادي نحتاجوا 4 المعالق كبار عامرين من المايزينا، و4 المعالق كبار عامرين من الزيت نباتي. غادي نخلطوا هاد المكونات مزيان حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون كريمي. من بعد ما ارتاحت لي العجينه نصف ساعه غادي نزولها من البلاستيك الغذائي، وغادي نرش سطح العمل بالقليل من الدقيق لان العجين ديالنا راه كيكون خفيف بزاف. واحد الملاحظه: ممكن ان العجين تاخذ لكم حتى 4 الكيسان على نوعيه الدقيق. مهم نتوما غادي تبقاو تضيفوا بشويه بشويه، ما تخلوش العجين ديالكم يكون قاصح بزاف. خاص العجين يكون خفيف، ملي كتهزوا كتحسوا بها بحال بتنصل، يعني بحال بطيح لكم من يديكم. هنا كنجيب ديك الخلطه اللي وجدت معكم من قبل وغادي نطاليها فوق العجين. وحاجه وحده اخرى باش ما ننساش: ممكن ان العجين ديالكم الا كنتو غادي ديروا هذه الفطيره في الغداء ممكن انكم تعجنوها بالليل وتخلوها في الثلاجه، راه ما كتغيرش وكتعطي نتيجه اللي هي افضل. هنا كيف ما كتلاحظوا من بعد ما اطاليت الزبده كامله كنحاول نشكلها على شكل حلبون، ولكن ملي كنبقاو ندوروا راه ضروري اننا نزيروا العجين، ما نخلوش الفراغ ما بين عجين وعجين. هذه حاجه مهمه باش تعطينا واحد الطريق اللي كيكون زوين. هنا كيف ما كتلاحظوا قسمتها على زوج، واحد النصف خليته درته في البلاستيك والنصف الاخر هو اللي غادي نسرحه.
وضروري من الاستعانه بالدقيق. لان كيف ما كتلاحظوا راني رققتها. الا بغيتوها نتوما تكون العجين ديالكم بومبي راه تخلوها شويه غليظه. انا بصراحه كتعجبني تكون رقيقه. خديت شويه الصلصه، ضفت عليها واحد شويه ديال الحار باش المهم انا عزيز عليها الحار. وغادي نضيف عليها ديك الكفته ديالي اللي شحرناها. كما قلت لكم من قبل، الا درتوا الخضر ضروري انها تكون ناشفه من الماء، ولا من بعد ما طيبوها حطوها في واحد الطبسيل فيه بابي ابسوربون باش تشرب لكم داك الماء اللي فيها باش تعطيكم نتيجه اللي هي زوينه. هنا خديت الفلفله الوان قطعتها، هذه راه ما مشحره ما طيبه، يعني خضراء كتعجبني يكون في نحس بداك المذاق ديال الفلفله في الحشوه. ومن بعد اللي بطبيعه الحال فاش كتدخل الفرن راه كطيب. وغادي نرجعوا العجين ديالنا اللي تبقى لينا، غادي نسرحوا بنفس القوام اللي سرحت به العجين الاول. كيف ما كتلاحظوا انا راه درتها على شكل مستطيل، نتوما ديروها على شكل مربع دائري، الشكل نتوما اللي نتوما بغيتوا. ولا هاد العجين تحضروا بهذا الجوسون راه كتجي اكثر من رائعه. وكيف ما كتلاحظوا ما كتاخذ معنا لا وقت لا مجهود، وكتعطي واحد التوريق اللي هو زوين. انا راه ورقتها كنبغيها تكون رقيقه. ممكن انكم تخلوا السمك ديالها غير باش تعطيكم الفويتاج كيكون واضح وبين. المهم نتوما كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. انا من بعد ما غطيتها بالعجين كنزول هاد الجوانب اللي تبقاو ليا. للاسف هنا نسيت بانني ما ضفتش الجبن حتى غطيتها عاد تفكت، ولكن معليش الا كان متوفر عندكم بطبيعه الحال غادي ديروه، الا ما كانش متوفر ممكن انكم تستغنوا عليه، راه ماشي مشكل. هنا خديت اصفر بيضه وغادي نضيف عليها قطرات من زيت نباتي كتعطي واحد اللون زوين في الفطيره ديالنا. جربوها وردوا علينا الاخبار، كتعطي واحد اللمعه حتى اللون ديالها كيجي محمر وزوين. غادي نقسم الفطيره على نصفين. المهم نتوما ممكن تخلوها كما هي ولا ديروا كيف ما درت. خديت واحد الشفره حاده وغادي نبقى نقسم بها. من بعد ما طيب لينا كيبقى الشكل ديالها هو هذاك، يعني كتقدري تهزي داك المورسو كتبقى متيوله. الا قطعناها الا خليناها كما هي بحال كتجي ملي كتقطعها كتقرمش الشكل ديالها كيخسر. المهم قطعوا مستطيل مثلث الشكل اللي نتوما بغيتو. في هاد الاثناء بالنسبه للفرن، بعدا قبل ما نهضروا على الفرن، هنا تبقات ليا واحد شويه ديال الفلفله من الحشوه باش ما ضداش زينت بها هكا الجوانب. المهم كتبقى تزين وصافي. دابا غادي نرجعوا لطريقه الطهي اللي هي مهمه. من الافضل ان الفرن ديالنا يكون مسخن من قبل على 220 درجه من الاسفل والاعلى. غادي ندخلوا له الفطيره ديالنا، غادي نحطوها في الرف الوسطاني والنار من الاسفل والاعلى غادي نخلوها واحد 5 دقائق. وغادي نقصوا النار على 190 درجه ولا 180 درجه ونخلوها كطيب وكتورق لينا وكتحمر. ملي كنحسوا بها انها تحمرات وتورقات راه بطبيعه الحال راه كتكون نفس الشيء راه طابت من التحتين. بالنسبه للفرن الغاز من الافضل انكم تشعلوا ليه من قبل حتى كيسخن مزيان من الاسفل فقط، ما نشعلوش له الفوق. من بعد ما كندخلوا له الطاوه ديالنا اولا الفطيره كنخلوه واحد 5 دقائق نفس الشيء، وكنقصوا النار اللي كتكون متوسطه. كنخلوها حتى كتورق وكطيب وكتبان لنا ان الوجه ديالها بدا كيتحمر من الفوقي، يعني بلا ما كنشعلوا الفوق غير بدا كيتحمر. من بعد نهبطوا الطاوه ديالنا لتحتي ونقصوا النار اللي تكون مهيله ونخلوها تورق وتحمر. وكيكون كيف ما كتلاحظوا هذا هو الشكل ديالها، فعلا كتجي اكثر من رائعه. وديك القرمشه ديالها كتبقى محتفظه بها، واخا تبقى لكم مثلا مورسو تغديتوا بها وخليتوها حتى العشاء كتبقى كانكم يلا حضرتوها. وكيف ما كتلاحظوا لا مجهود وما نحتاجوش كاع زبده الطوريق ولا كتر التعقيدات. ها هي واجده، الفيتاج كيكون واضح ولذيذه، والقرمشه اللي كتكون خفيفه كتحطيها في فمك كتحسي بها انها دابت، يعني ماشي معجنه من الداخل، بالعكس هذا الصوره كتوضح اكثر. ان شاء الله غادي تجربوها وغادي تنال الاستحسان ديالكم، لان فعلا ما غاديش تفرقوا على العجين المورق. وحتى المبتدئات اللي ما كينجحش معاهم العجين هذه غادي تغنيكم على العجين المورق، وكتجي مرقه من اول العجين حتى لاخر العجين. ان شاء الله جربوها وخلوا لي في التعاليق كيفاش جاتكم. نتمنى وصفه اليوم تعجبكم، وإلا عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايك، لاول مره كيزور القناه الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. شكرا على المتابعه ودمتم في امان الله، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.